ولما نقول لحضراتكم انه الدجاج لم يكن متواجدا في البيئة المصرية في العصور الفرعونية، حتى استخدموا تحتمس الثالث من شرق آسيا. ولما نلاقي ان الدجاج بصور المختلفة او اشكاله المختلفة اللي هي موجودة قدام حضراتكم، وهتلاقوا معانا انه هنا يعني الكثير من المحنطات، لكن نتوقف كثيرا عند طائر ابو منجل. هذا الطائر المتواجد قدام حضراتكم ده كان بيقدسه، بيسموه الاله تحوت، وده المصريين القدماء اعتبروه يعني هو اعتبر من فصيلة ابو وردان، لكن هو اكبر منه شوية وبيتميز باللون الابيض، لكن المنقار والديل كان اسود. وهنا تم اتخذ يعني شعار للعلم والحكمه، وده بيرجع الى صبره وتريثه في البحث. ومن هنا كان يعني شعار اتخذته جامعه القاهره لهذا الطائر المتميز. ولما بنقول لحضراتكم ان هذه مجموعه من البيض الخاص بالدجاج او بيض ابو منجل او غيره، حتى ان الجزء المحنط او المحفوظ من طائر ابو منجل بهذا الشكل بحرفيه الزخرفه والكتان والاقمشه الكتانيه المختلفه تؤكد على ان المصري القديم برع في علم التحنيط، وليس ذلك وفقط، ولكن حتى في التذوق والفن باختيار الوان متميزه، او حتى يعني دقه النسج كما هو يتضح قدام حضراتكم بهذه الصور المختلفه. لازلنا مع حضراتكم داخل متحف الحضاره المصريه الفرعونيه الزراعيه القديمه، ودوما نتحدث عن الحكمه ونتحدث عن الصبر.